الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد، أتمنى أن ينال إعجابكم. كما شرت في الفيديو السابق أنني كنت كنطراسي على حساب باش ندير ذرة بلدية. اليوم إن شاء الله بديت عملية الزرع كما وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا، وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. كما كتشاهدوا في الصورة هذه هي الذرة بلدية، ذرة بلدية حب ذرة بلدية. بعد ما طراسينا بتراكتور بجرار، يعني خطوط متوازية كما كتشاهدوا في الصورة، نقوم بعملية الزرع. يعني كيكون واحد جوج دراري ولا ثلاثة كيمشيو كيزرعوا، وواحد آخر كيغطي بالبهيمة كما كتشاهدوا بالمحرات. محرات كيجروا الحمار كما كتشاهدوا. دابا التقنيه ديال الزرع يعني كنديروا حبه حبه، يعني كنحاولوا ما نبعدوش بيناتهم وما نقربوش، لانه لا قربنا راه كيكون الذره، كيكون النبته ديالو كيكون ضعيف، يعني كيخصو يتوسع شويه باش كيكون الذره سميتو غليظ. نتوما كما كتشاهدوا على الصوره، ملي كتلقوا حبه حبه كتلقوا جوج حبات ولا ثلاثه في خضره واحده، كتكون المسافه بين 10 8 سنتيمتر، كاين اللي كيدير حتى ل 20 سنتيمتر احتياطيا. يعني قدرت منك شي وحده نديرو غير 10 سنتيمتر بين الحبه وحبه، 10 سنتيمترات كما كتشاهدوا. بعد ما كتم عمليه الزرع البذور، كنقوموا بالتغطيه ديالها كما كتشاهدوا في الصوره. الرا رشد كما كتشاهدوا، يعني كنردوا عليها شويه ديال التراب. الرا كتشاهدوا ما شاء الله، تقنيه معروفه منذ القدم. يعني كانوا كيديروها الناس بكري، كيحرثوا غير البهاي قبل ما تكون الآلة تكون تكنولوجيا. وحتى دابا راه الناس مازال محتفظين بهذا التراث هذا، كيتسمى تراث الحرث الخشبي. الفلاح القديم ماشي هو الفلاح ديال دابا. الرزي نتوما كما كتشاهدوا. الرزيد يعني هذه هي المساحة اللي تقريبا اللي طراسيت. يعني هذه المساحة هذه تقريبا هكتار ونصف، غادي ندير فيها لونسيلاج. بما انني عندي الكسيبة يعني زعما يعني خصني نعاونها نوجد لها الماكلة ديالها كما كتشوفوا. وفي الاخير كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي ما شاركش في القناة يشارك وديروا جيم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.